من 3 شهور جات لي فكره ان ليه ما اعملش اداه جوه افتر افكتس اكتب فيها برومبت لانيميشن، والاداه دي تعمل اللايرز والانيميشنز وتعمل الستايلنج وكل حاجه. طبعا مش محتاج اقول لكم ان انا فشلت الحمد لله، ولكن هيجزفيلد عملوها. انت دلوقتي تقدر تكتب برومبت الانيميشن انت عايز تعمله او ريفرنس لحاجه معينه ويتعمل لك انيميشن جوه افتر افكتس، ومش انيميشن فيديو، لا ده انيميشن لايرز والوان وكل حاجه انت تقدر تحركها كانك انت اللي عاملها بايدك بالظبط، او في حد موشن ديزاينر شاطر هو اللي عاملها كمان. وكالعاده مش عايز اطول عليكم وخلينا نشوف ده سوا ونجربه مع بعض. طيب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده دي الصفحه اللي بتقول لنا ان هيجزفيلد هو دلوقتي موجود جوه افتر افكت. في بلجن دلوقتي لهيجزفيلد جوه فوتوشوب وافتر افكتس وبريمير ودافينشي وفيجما، ده غير طبعا الام سي بي اللي بيتربط بكلود. ولكن زي ما انتم شايفين دلوقتي في بلجن بنستخدمها مع افتر افكتس. فاول حاجه هنعملها هي ان احنا هنداونلود البلجن بتاعتنا، وعمليه الانستولنج على فكره سهله قوي، كانك بتسطب اي بلجن انت بتستخدمها على افتر افكتس او على بريمير. الموضوع بسيط مفيش اي مشكله. حتى كمان هنا هم شارحين الانستراكشنز للماك ولكمان الويندوز. طيب التريك هنا وهي ان احنا هنستخدم الام سي بي بريدج، وده كل فكرته ان احنا بنقدر نربط هيجزفيلد الام سي بي بتاعه مع كلود، وبالتالي احنا نقول له كلود هو يعمل لنا اللايرز وكل الكلام ده من غير ما نحتاج ان احنا نسويتش الابس بينها ما بين بعض، وهو هيقدر يوصل لافتر افكتس وهيشتغل. المهم الموضوع بسيط. لو انت مش عارف ازاي تربط الام سي بي بتاع هيجزفيلد بكلود، خد اللينك ده كده كوبي زي ما انت، وروح على كلود بالشكل ده، وتعالى هنا عند السيتنجز بتاعتك، وانزل تحت هنا عند كونكتورز، واطلع فوق هنا عند اد، واضغط على اد كاستم كونكتور، وسمي ده مثلا هيجزفيلد بريدج، وانزل تحت هنا عند ريموت ام سي بي اعمل بيست، ولكن قبلها اكتب HTTPS نقطتين فوق بعض و2 سلاش، وانا هسيب لكم نفس اللينك ده هو تحت في الوصف، هو كمان ولينك البلجن. ممكن تدخلوا وتاخدوا الحاجات دي بشكل جاهز، وهتضغط على اد علشان انا كنت رابطه قبل كده فهو بالفعل عامل ربط. ولكن لو عملنا ديسكونكت هتلاقي نفس الشكل ده بيظهر لك، بيقول لك ان انت دلوقتي المفروض بقى تربط الهيجزفيلد الاكونت بتاعك بكلود. فتضغط هنا على كونكت، هتلاقي ان هو يفتح معاك صفحه كده في البراوزر. هتلاقي هنا بيقول لك ان هو عايز يعمل الاو لكلود ان هو يقدر ياكسس الام سي بي، تضغط على الاو، هتلاقيك دلوقتي رجعت على كلود وبيقول لك كونكتد تو هيجزفيلد بريدج، معنى كده ان انت خلاص ربطت الاثنين ببعض. جميل، خلينا نطلع بقى من الصفحه دي ونروح نفتح الافتر افكتس. طيب بعد ما افتر افكتس فتح معانا، هتيجي هنا عند ويندو، هتنزل تحت على اكستنشنز، هتلاقي الاضافه بتاعت هيجزفيلد نزلت معانا بالشكل ده. ودلوقتي احنا رابطين الهيجزفيلد بلجن بهيجزفيلد الاكونت بتاعنا الاساسي. طيب خلينا دلوقتي بقى نرجع على كلود، لان الشغل كله دلوقتي هيبدا يحصل على كلود. طيب زي ما قلنا مع بعض دلوقتي هيجزفيلد يقدر يبني لينا انيميشن كامل على افتر افكتس، ومش انيميشن فيديو، لا انيميشن لايرز احنا نقدر نظبطها ونعدل فيها، ونقدر نقول له اعمل ديزاين، ونقدر نقول له اعمل موشن معين، ونقدر نقول له اعمل لنا بلجن. يعني انتم متخيلين ان احنا ممكن نقول له اعمل لنا بلجن تعمل لنا وظيفه معينه، وهيجزفيلد هيعمل لنا البلجن دي وهتبقى شغاله على الافتر افكتس وهتوفر علينا وقت. ولكن يعني تعالوا نبدا بحاجه انا مجهز طبعا كذا مثال هنوضحه دلوقتي مع بعض، وهنشوف ايه الحاجات اللي هتطلع معانا كنتائج. ولكن تعالى نبدا بحاجه بسيطه، وهي ان احنا مثلا عندنا بنترست ريفرنس زي كده. يعني احنا مثلا عندنا ديزاين عجبنا على بنترست، واحنا حابين نعمل انيميشن للديزاين ده، ولكن احنا مش هنعمل له ريبيلد من الصفر. يعني احنا مش هنرسم بقى المربع وهنرسم الخطوط وهنعمل كل الحاجات دي من الصفر. احنا محتاجين الهيجزفيلد ام سي بي يبني الحاجات دي جوه الافتر افكتس عن طريق كلود. فمثلا لو جينا بصينا في ديزاين كمان زي ده، انا شايف ان ده مثلا شكله لطيف. تعالوا ناخده زي ما هو كده كوبي، ونيجي هنا على كلود نعمل له بيست علشان ينزل معانا بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين ده البرومبت اللي انا كتبته له. انا بقول له build this widget in After Effects using Higgsfield MCP Adobe Connector. The composition is 1080 في 1080. بعد كده بقول له use the font enter in my local device. يعني بقول له من الاخر ابني الويدجت دي جوه الافتر افكتس، والابعاد بتاعتي هتبقى 1080 في 1080 اللي هي يعني مربع، ده كده مستطيل مربع تمام. وبقول له استخدم الفونت اللي هو انتر، وده موجود على جهازي. وزي ما انتم شايفين دي كده كل حاجه بالنسبه لي زي الفل، وهضغط على سند مسج. هنلاقي دلوقتي بالظبط ان هو بيبدا يستعين بالكونكشن بتاع هيجزفيلد، وخلاص دلوقتي هو كونكتد بالافتر افكتس، وهيبدا يشغل الافتر افكتس سكيل علشان يبدا يبني الحاجه اللي احنا بنقول له عليها. طيب اثناء ما كلود دلوقتي شغال معانا، انا اكتشفت حاجه، وهو انه بيبدا يبيلد الانيميشن او بيبدا يبيلد الديزاين عن طريق ال HTML، ان هو بيعمل ديزاين HTML. ودي على فكره حاجه كويسه، بما ان كلود مثلا او هيجزفيلد شاطر في ان هو يبني حاجه بال HTML وتطلع ديزاين كويسه تمام، وبعد كده يبدا يبنيها على الافتر افكتس. فاحنا ممكن في التاسكات اللي جايه مش نطلب منه ان هو يبنيها على الافتر افكتس،
على طول، ولكن ممكن نطلب منه ان هو يبنيها ك HTML، نراجعها ونشوفها ونتاكد ان هي كويسه، وده يوفر معانا في التوكنز. ولو تمام بالنسبه لنا فاحنا ممكن نقول له ماشي يلا ابدا بقى ابنيها جوه الافتر افكتس. فبالتالي نقسم الموضوع على ستيبس، وفي نفس الوقت ناخد النتيجه اللي احنا عايزينها على طول. طيب هو دلوقتي لسه بيبني، فخلينا مكملين مستنيين معاه. طيب هو دلوقتي خلص زي ما انتم شايفين، ولو جينا نقلنا على افتر افكتس وجينا نشوف الانيميشن بتاعنا هنلاقي ان ده شكله بالمنظر ده كده. طب لو جينا نبص على شكل الديزاين ده مقارنه بالشكل ده، فهنلاقي ان الاتنين نوعا ما قريبين من بعض، ولكن طبعا زي ما انتم شايفين في بعض الحاجات اللي محتاجه تتظبط، ولكن الريزلت لحد دلوقتي هي تمام، هي يعني ساوندز جود. يعني ممكن بس نشيل حاجه زي كده، وفي تكست هنا مثلا مش متظبط فاحنا ممكن نظبطه، نكبره بالشكل ده كده، كمان نخليه باللون الابيض، ممكن نجيبه هنا بالشكل ده كده. بس واضح ان هو في كي فريمز موجوده، فخلينا نشيل الكي فريمز دي ونخليه هنا في النص بالشكل ده كده. ممكن نعمل نفس الانيميشنز بتاعتنا، احنا نيجي ورا شويه نطلعه لفوق حاجه بسيطة كده مثلا، ونخلي الأوباسيتي بتاعته على 0، ونحدد ال4 ونضغط على F9 علشان نعمل نفس الانيميشن. بس طبعا خلينا نجيب الانيميشن ده في الأول هنا علشان يبدا مع اخواته او الحاجات التانية اللي هي اتعملت. طيب ماشي، يعني هي نتيجه كويسه مش بطاله، ولكن طبعا محتاجه شويه تظبيط منك. يعني لو انت الشغل بتاعك كان في حاجه زي كده هياخد نص ساعه، فهي اتعملت تقريبا في 10 دقائق، وممكن تاخد منك انت شويه وقت يعني مش كتير ان انت تظبطها. ولكن الفكره دلوقتي ان هو في لاي اوت جاهز، وكمان هنتست الحاجه اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي حالا. طب خلينا دلوقتي نروح لتاني حاله معانا، وفي الحاله دي احنا هنمشي بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها، وهي ان احنا هنمشي الموضوع ده على ستيبس او على خطوات. اول حاجه هنا انا بقول له create an infographic for birth rate in Egypt last 10 years, make the design HTML، ودي بقى مهمه، in horizontal aspect ratio. بعد كده بقول له make the design in light mode. بعد كده بقول له minimal and modern. وبعد كده بقول له ادي البيرث ريتس اهي، ونزلهم له من اول 2015 لحد 2024. بعد كده في الاخر بقول له use the font JetBrains Mono in Google Fonts. هنا البرومبت ده ما فيهوش اي منشن للهيجسفيلد ام سي بي اللي هيخليه يشتغل على افتر افكتس، بس انا عايز HTML ديزاين، دي بقى الحته اللي انا كنت بقول لكم عليها. وبعد ما نشوف الديزاين بتاعنا ونتاكد ان هو تمام، هقول له يلا بقى نimplement ده في الافتر افكتس. فبالنسبه للبرومبت بتاعي انا هضغط على اوكي علشان نبدا نشوف الريزلت اللي هو هيبدا يعمل لها الديزاين. زي ما انتم شايفين هو دلوقتي بيقول لي ان هو I've got everything I need، يعني هو خلاص دلوقتي عارف ايه هي الحاجات اللي هو هيبدا يشتغل عليها، وبيتكلم عن الفونت والسيم وكل الكلام ده، وهو دلوقتي بيكرييت الفايل. زي ما انتم شايفين هو كاتب هنا creating file. اوكي هو دلوقتي خلص زي ما انتم شايفين، وده كده شكل الانفوجرافيك اللي هو عمله. لطيف على فكره وحلو، ولكن انا عايزه اكتر بساطه. يعني انا هقول له دلوقتي هنا ايه make it more simple، هشوف ايه النتيجه اللي هو يطلعها. اوكي هو دلوقتي خلص زي ما انتم شايفين، وده كده بشكل اكتر بساطه. طيب بالنسبه لي انا مثلا راضي على شكل الانفوجرافيك ده، فمن هنا خلينا نبدا ننقل لتاني ستيب، وهي ان احنا نقول له يلا بقى خد الانفوجرافيك ديزاين ده واعمله على افتر افكتس. وزي ما انتم شايفين ده كده البرومبت اللي انا كتبته. Now make this exact design in After Effects using Higgsfield MCP Adobe Connector. وبعد كده بقول له use the same font I already have in my local device، وخلينا نضغط على اوكي علشان نبدا نشوف النتيجه اللي هو هيطلعها. طيب زي ما انتم شايفين هو دلوقتي خلاص خلص اشتغل شويه حلوين المره دي، ولو جينا نشوف شكل الجرافيك اللي هو عمله فهو بالمنظر ده كويس جميل، بس في بعض الاخطاء في الفونت. يعني هو زي ما انتم شايفين الفونت مش مستخدمه بالظبط، فخلينا اعدل بقى الفونت بتاعي. هقول مثلا ان هو هيبقى لايت، وده كمان هيبقى جيت برينز برضو، بس مثلا ممكن يبقى بولد بالشكل ده، وده كده هيبقى شكل الجرافيك بتاعنا. هو حتى هنا عامل كاونتر انيميشن زي ما انتم شايفين من اول 2015 لحد 2024، بس حاطط كوما كده شكلها غريب شويه، بس ده كده شكل الانيميشن اللي هو عمله. ونفس الكلام زي ما بقول هو مطلع انيميشن كويس وموفر علينا وقت، بس برضو انت لازم تتويك شويه حاجات علشان تعرف تطلع نفس الريزلت اللي انت عايزها. فهو الموضوع عباره عن حاجه تاكسلريت بيها، بس مش حاجه تعتمد عليها بشكل اساسي. كده كده بتبقى محتاج تحط التعديلات بتاعتك. طيب نيجي بعد كده لحاجه ثالثه، ودي مهمه قوي، وهي حته ان انت ممكن تبيلد اي بلجن انت حاببها بس عن طريق برومبت احنا هنكتبه دلوقتي مع بعض. فمثلا انا هقول دلوقتي build an After Effects plugin to organize my files in folders, build it using Higgsfield MCP Adobe Connector. يعني بقول له من الاخر اعمل لي بلجن استخدمها جوه الافتر افكتس، بحيث ان انا لما اضغط عليها تنظم لي كل ملفاتي. وهضغط على اوكي علشان نبدا نشوف هيجسفيلد وهو بيبدا يبني البلجن بتاعتنا بشكل كامل، وبس بعد كده بنقدر نستخدمها جوه الافتر افكتس، وبلجن شغال عادي جدا وما فيهاش اي مشكله. والحلو ان انت مش بس ممكن تبني حاجه زي كده، انت ممكن تبني بلجن مثلا تعمل لك كلر باليت او تقترح عليك كلر باليتس وانت شغال مثلا على بروجكت معين، او بلجن تنظم لك الملفات، او بلجن تحفظ لك الاكسبريشنز اللي انت بتستخدمها، وبس لما تضغط عليها
عليها الاكسبريشن نفسه بتاع الانيميشن يتحط. فالموضوع على حسب خيالك وزي ما تحب، ودي حاجه على فكره انت ممكن تستغلها فيما بعد ان انت تعمل بيها برودكتس وتبيعها للناس بتوعك وهكذا. وزي ما انتم شايفين هو دلوقتي بيعمل انفستيجيتنج للاكستند سكريبت. الاكستند سكريبت ده اللغه اللي بنكتب بيها البلجنز بتاعه الافتر افكتس او بريمير. وزي ما انتم شايفين هو دلوقتي خلاص خلص، ودلوقتي مديني الانستراكشنز او التفاصيل يعني او خطوات علشان اقدر احط البلجن دي في الافتر افكتس. هو بيقول لي ان انت تاخد البلجن دي اللي انت هنا ممكن تحملها، فبالتالي انا كده بحملها وهاخدها هحطها في الفولدر بتاع البلجنز اللي هو وصفه لي هنا افتر افكتس وسكريبت وسكريبت يو اي بانلز. وزي ما انتم شايفين ده كده البلجن بعد ما نزلت هاخدها كوبي وهاجي هنا عند السكريبت يو اي بانلز، وزي ما هو وصف لي يعني في السي بروجرام فايلز ادوبي افتر افكتس، والنسخه اللي انا بستخدمها سبورت فايلز سكريبت يو اي بانلز، وهعمل لها هنا بيست. هضغط على كونتينيو. بعد كده هرجع تاني على افتر افكتس وهقفل بقى البرنامج وهشغله تاني، يعني هعمل له ريستارت علشان اشوف البلجن بتاعتي. وخلينا المره دي افتح بروجكت معقد شويه زي ما انتم شايفين في حاجات كتير مش مترتبه. فتعالوا نروح بقى عند ويندو وننزل تحت هنا زي ما انتم شايفين في الاخر خالص 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 هنلاقي البلجن بتاعتنا موجوده اللي اسمها اورجنايز بروجكت باي تايب. واول ما ضغطنا عليها زي ما انتم شايفين هو دلوقتي نظم كل الملفات بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين هو دلوقتي عمل كومبوزيشنز وعمل بري كومبس وفيديوهات وصور وسوليدز وكوبي باستا ده كان موجود بالفعل، بس هو دلوقتي نظم الملفات بتاعتنا وعلى يعني نفس الشكل ده كمل زي ما انت عايز. ودي فكره بلجن في دماغي، وهي ان انت تعمل بلجن تعمل فيها سيف للالوان اللي انت بتستخدمها علشان كل بروجكت تعرف تجيب الالوان دي او تاخدها كوبي من هنا من جوه الافتر افكتس، ما تحتاجش مثلا تروح لبي دي اف تاني او كده. فدي فكره برضو انا نفسي ان انا انفذها، وعندي افكار كتير بصراحه نفسي انفذها باستخدام كلود وهيجز فيلد، وكمان حته ان انا ممكن اعمل بلجنز. وان شاء الله لو انتوا حابين حاجه زي كده ممكن تقولوا لي، وممكن نعمل لايف لمده ساعه او ساعه ونص بس يبقى شغلنا على الحاجات دي، حته ان احنا ازاي نعمل بلجنز توفر علينا وقت ومجهود، وحته ان احنا ازاي ممكن نستخدم هيجز فيلد مع كلود في ان احنا نعمل انيميشنز اسرع من العادي اللي احنا كنا بنعمله، بدل ما كنا بنطول لا نسرع على نفسنا العمليه. وبس كده دي كانت كل حاجه بالنسبه للفيديو ده. هسيب لكم طبعا كل الحاجات اللي انا استخدمتها اللي ليها علاقه بهيجز فيلد والام سي بي والكلام ده كله تحت في الوصف. واخيرا لو الفيديو عجبك فما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، ولو عندك اي سؤال ممكن تكتبه تحت في كومنت وان شاء الله اجاوب عليك. وما تنسوش لو عجبكم موضوع اللايف ده ممكن نعمله وان شاء الله يعني هيبقى حاجه مفيده، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.